بصوا بقى يا جماعه، نصلي على النبي كده وندعي دعوه حلوه الاهلي باذن الله يفوز بالسوبر ونتفائل مع بعضينا. اللي عايز يشرب شاي يا جماعه الف هنا وشفا. هتقول لي بكره الماتش الساعه كام؟ هقول لك ماتش الاهلي والزمالك الساعه 5 وماتش بيراميدز وسيراميكا كليوباترا الساعه 3 الا ربع. المباراه طبعا وقتها بالنسبه لمصر هنا مش مناسب، هيكون بدري شويه، ولكن طبعا يعني اللي عنده شغل بقى يسيب شغله، اللي عنده مشوار يلغيه، اللي مش عارف يعني صرفوا اموركم ان يوم الاحد ده يوم مهم جدا للاهلي والزمالك. ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. اول حاجه عندنا عوده محمد شريف رجع من الاصابه، ولكن محمد شريف عودته مهمه جدا، لان جرادياشار لو حصل له اي حاجه او اتصاب او ما قدرش يكمل المباراه، فاحنا عندنا بدل ما ننزل محمد طاهر، لا عندنا محمد شريف. ومحمد شريف في مباريات الزمالك بالذات بتحس ان هو دي ماتشاته، فيعني عودته مهمة للنادي الأهلي. طبعا المباراة دي هتكون فيها ضغوطات جامدة جدا جدا جدا. جماهير الزمالك هتحاول من قبل الماتش ما يبدأ من الإحماء، هتلاقي الجماهير بتهاجم زيزو علشان يضغطوا عليه، علشان يخلوه ما يركزش في المباراة. طب كابتن سيد زيزو قال ايه؟ كابتن سيد عبد الحفيظ قال ايه لأحمد سيد زيزو؟ قال له حاول تركز في الملعب، حاول تركز انك ترد على الجمهور بأدائك، حاول ان انت تلعب ال90 دقيقة كأنك مش سامع حاجة. انت لاعب كبير، واللاعب الكبير وقت المباريات المهمة ووقت الضغوطات من الجماهير يقدر يتعامل معاها بكل هدوء وبكل تركيز، وردك يكون في الملعب مش على الجماهير. انا هنا كلامي بقى لاتحاد الكوره، احنا ليه سايبين الدنيا تبقى فيها شتايم والفاظ يعني احنا يا جماعه بنلعب في الامارات، جمهورنا والاهلي والزمالك الناديين العريقين في مصر، المفروض ان احنا رايحين نشرف الدوله المصريه. ارجو من اتحاد الكوره ان هو يكون في درجه من الانضباط والحزم للي ممكن يحصل في المباراه بكره. المباراه صعبه جدا، المباراه مش مناسبه لا للاهلي ولا للزمالك، توقيتها غلط. هتقول لي ايه؟ اقول لك توقيتها غلط. ليه؟ الزمالك بيمر بازمات وظروف ويعني اعذار كتير قوي، عنده ايقاف قيد، عنده ازمه ماليه، مستحقات اللاعبين ما بتتاخدش، مغير المدرب، عنده اصابات، فالفرقه مش جاهزه تماما. هيقولوا احنا لو خسرنا عادي، ما احنا عندنا وعندنا 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 وعندنا. هيحصل لهم مشاكل اكتر، ولكن هيقول لك ما احنا عندنا وفينا اللي مكفينا. لو كسبوا هيقول لك شوف احنا كسبنا الاهلي برغم كل اللي عندنا. ده الزمالك، وده اللي هيتقال في الاعلام الفتره اللي جايه ما بعد القمه. طيب نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي عنده اصابات وعنده غيابات، واهم غيابات امام عاشور، حسين الشحات، دول اكتر اتنين مقصرين جدا في اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي ما هوش في احسن حاله. النادي الاهلي من بعد وسام ابو علي ما عندوش مهاجم. احنا بنلعب على الله حكايتنا، اللي هو هنكسب ان شاء الله يا جماعه، ادعوا وربنا معانا، يلا يلا كلنا ندعي. فالاهلي مش في افضل حالاته. الاهلي ايضا لو خسر هيتقال يعني انتوا بتاخدوا فلوس وعندكم استقرار ومفيش ازمات ماديه، المدير الفني بقاله فتره مع اللاعبين، وانتوا ليه ما جبتوش مهاجم، وانتوا ليه ما جبتوش باك شمال، والاداره فين؟ فهيحصل ازمه للنادي الاهلي في حاله الخساره. عشان كده بقول لحضراتكم ان المباراه مش مناسبه للاثنين ما ينفعش يخسروا، ولكن بكره لازم حد يكسب وحد يخسر. فاللي هيخسر هيتحول له الازمات كلها، واللي هيكسب طبعا هيبدا يبني خطه، وهيبدا ان هو يقف على ارض صلبه ويكون عنده ثقه انه يواصل المسيره وهو كسبان وفايز بالسوبر المصري. فالمباراه صعبه جدا. طيب نروح بقى لتوقع المباراه وتوقع التشكيل النادي الاهلي. انا عندي سؤال لحضراتكم ومستني اعرف في التعليقات. احنا عندنا نص ملعب النادي الاهلي بين رمضان وديانج ومروان عطيه، واحمد رضا طبعا موجود، اعتقد رجع خلاص من الاصابه وموجود مع الفريق. هل انتوا تفضلوا نبدا اللقاء بين رمضان ومروان عطيه، بين رمضان وديانج، ولا مروان عطيه وديانج؟ هنشوف. ولكن انا وجهه نظري ان المباراه العب بالتشكيل اللي انت لعبت بيه مباراه سيراميكا، العب بنفس التشكيل، ولكن امن نفسك دفاعيا شويه. فاحنا ديانج محتاجينه، ما ينفعش ما نلعبش بديانج. مروان عطيه ايضا ما ينفعش ما نلعبش بمروان عطيه. انا بن رمضان شايف انه يكون ورقه موجوده على الدكه تنزل بيه في حاله ان انت عايز تضيف روح للفريق، مع ان انا شايف ان بن رمضان يعني اداؤه ما هواش افضل شيء لحد دلوقتي. بن رمضان عنده اكتر من كده بكتير،
فانا شايف نبدا بمروان عطيه واليو ديانج، قدامهم اشرف بن شرقي، زيزو في اليمين، لان زيزو في اليمين احلى بكتير وعرضياته يعني متقنه بطريقه حلوه قوي. احنا مفتقدين في الاهلي العرضيات دي. عندنا ناحيه الشمال هيكون تريزيجيه، والمهاجم هيكون جراديا شار لحد ما ربنا ييسرها ويكون عندنا راس حربه باذن الله. طيب انت متوقع الماتش بكره هيتعمل ازاي؟ بص انا متوقع ان الماتش بكره هيبدا الزمالك هيدافع. يعني الزمالك خطته انه ياخد النادي الاهلي الى ضربات الجزاء. دي خطة احمد عبد الرؤوف المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، اللي لو فاز بالسوبر هيكمل في الادارة الفنية لنادي الزمالك. فانا شايف ان هو هيحاول يوصلك لضربات الجزاء، دي حتته. هو كل لعبه هيكون على ده. هتقول لي الزمالك هيهاجم، اقول لك لا، الزمالك ممكن يلعب على بعض المرتدات، لكن انه يهاجم يضغطك ضغط عالي ما يقدرش. لان انت عندك ورا سرعات عاليه جدا، انت عندك تريزيجيه سريع، زيزو سريع، بن شرقي سريع، مروان عطيه ممكن يعمل لك كوره يضرب لك بيها خط الدفاع الزمالك. فهو هيأمن دفاعاته ويلعب على كرة عالية. ناصر ماهر يعمل ترقصتين ثلاثة ويباصي كورة، ياخد فاول، ياخد ضربة جزاء. ركز قوي في الحاجات دي. فانا شايف ان الزمالك هيلعب دفاعيا، هيحاول ياخدك للحته بتاعته لضربات الجزاء. طبعا مباراه بكره مختلفه عن نص النهائي. يعني المباراه لو خلصت تعادل 0-0 انت هتروح لاكسترا تايم، شوط اول وشوط او شوط ثالث وشوط رابع، وبعد كده ضربات جزاء. مش هيبقى من الماتش لضربات الجزاء مباشره. فانت عندك كاهلي تقدر انك يعني ما تخليهاش توصل لاكسترا تايم وضربات جزاء، حاول تخلص بدري. شوفوا حلول في تضييع الفرص، شوفوا حلول في ان احنا بنهاجم وبنضغط حلو. يعني انا اول 30 دقيقه او اول 40 دقيقه من مباراه سيراميكا انا كنت عمال اتنطط من الفرحه. هو ده الاهلي، لمسه ولعبه، اللعيبه بتتحرك، مفيش حد واقف مكانه. هو ده النادي الاهلي اللي احنا عارفينه. ايا كان الاسامي ايه في الملعب، الاهلي يعني ما بيعتمدش اسامي زي ما احنا ما عارفين جمهور الاهلي. فايا كان الاسامي ايه، الاهلي بيلعب منظومه واحده، لمسه ولعبه. نستغل بقى الضغط ده وتستغل القوه والدفعه الجماهيريه اللي هتكون معاك. العب، خلص المباراه بدري، مش جون واحد وتريح وتدافع وتامن، لا، جون واتنين علشان تلعب وانت مستريح، والجمهور يبقى مستريح ويقعد ايه، يغني ويقعد كده. بقى احنا عارفين اللي هيحصل بكره في الماتش، هيكون فيه هتافات هنا وهتافات هنا. اتمناها تكون هتافات ما هياش فيها الفاظ بذيئه او اي الفاظ خارجه. اتمنى يكون الهتافات ايه، هتافات تشجيعيه اللي احنا متعودين عليها، الاهلي والزمالك وجمهور الاهلي وجمهور الزمالك. الاهلي مركز، لعيبه الاهلي مركزه جدا. انتوا احسن تيم موجود في مصر حاليا. انتم لازم تردوا، لازم ترجعوا ثقه جمهور الاهلي فيكم من تاني. فيعني انا شايف المعنويات باذن الله في تدريبات النادي الاهلي معنويات مرتفعه جدا. نتمنى ان شاء الله المباراه تخرج بطريقه تليق اولا بالكره المصريه وباسم مصر، وتكون مباراه ممتعه. اتمناها تكون ممتعه ان شاء الله. مباراه صعبه جدا. نلتقي باذن الله بعد مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله، وهاجي لكم بتيشيرت النادي الاهلي في حاله ان احنا باذن الله يا رب باذن الله فزنا بالسوبر، وهدي هتكون اول بطوله ليستروب مع النادي الاهلي باذن الله. ندعي يا جماعه يا رب نكسب ان شاء الله المباراه، وربنا يوفق النادي الاهلي باذن الله. وزي ما قلت لكم، اللي عنده شغل يلغيه، اللي عنده مشوار يلغيه، اللي عنده اي حاجه معلش اصلي تعبان، معلش اصلي مش عارف ايه، يعني اتصرفوا. المهم ان بكره يوم مهم جدا، واشوفكم دايما بافضل صحه وافضل حال. شكرا ليكم، سلام عليكم.